واحدة من أعظم الفتن اللي عرفها تاريخ البشرية. رجل غريب أعور عنده قدرات ماشي عادية، الناس غادي يتبعوه وحتى اللي كيظنوا راسهم أنهم مؤمنين يقدروا يطيحوا في الفخ ديالو. اليوم غادي نعرفوا القصة كاملة ديال المسيح الدجال، وقتاش غيخرج، فين مخبي، شنو هو الحل باش نحميو راسنا منه. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يوسف كوم. اليوم غادي نهضروا على قصة المسيح الدجال. نبداو الفيديو. المسيح الدجال هو انسان عادي، ماشي شيطان ولا مخلوق خارق، ولكن الله عز وجل عطاه شي قدرات باش يختبر بهم البشر. سميتو الدجال حيت كيكذب بزاف وكيقول بنادم، وتسمى المسيح حيت عور، عينو ممسوحه. الصفات ديالو واضحين في الاحاديث النبويه، شاب، شعره مجعد وخشن، اعور العين اليمنى. في الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمنى ممسوحه. وفي حديث اخر قال: كانها طافيه، مكتوب على جبينه كافر، اللي يقدر يقراها غير المؤمن سواء كان قاري ولا ما قاريش. حسب حديث تميم الداري اللي رواه الصحابه الكرام، المسيح محبوس في واحد الجزيره بعيده، محبوس بالسلاسل وكيتسنى اذن الله باش يخرج. حديث رواه المسلم عن فاطمه بنت القيس، وفي تفاصيل على رحله تميم الداري اللي قال لك شاف الدجال محبوس. الدجال غادي يخرج في اخر الزمان، ملي الدنيا كامله تعمر بالفتن، الحروب، الجوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. يعني فتنة الدجال أعظم فتنة عرفتها البشرية. الدجال غادي يخرج من جهة خراسان اللي هي مجموع فيها أفغانستان وإيران والمنطقة الشرقية، وغادي يدوز على الأرض كاملة بسرعة كبيرة. في الأول غادي يدعي أنه نبي، ومن بعد غادي يقول للناس بأنه هو ربهم. غادي يأمر السماء باش تصب الشتاء وغادي تصب الشتاء، وغادي يأمر الأرض باش تنبت وغادي تنبت. غادي يحيي الموتى، ولكن هادشي غير خداع ماشي في الحقيقة. اللي تبعو غيعطيه الرزق والخير، واللي ما مشيش معاه غادي يحاصرو بالجوع والظلم. فيما كتنتشر شي فتنه الله كيعطي حل. غادي ينزل النبي عيسى عليه السلام من السماء باش يواجه المسيح الدجال. غادي يلقاه حدا الباب المدينه في فلسطين وغادي يقتلو وغيهني البشريه منه. النبي صلى الله عليه وسلم عطانا طرق باش نبعدو من هذه الفتنه. كأول طريقه هي نحفظوا 10 آيات من سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وثاني حاجة كان واحد الدعاء اللي نقولوه اللي هو معروف: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وثالث حاجة اللي هي نزيد الإيمان ديالنا ونتعلموا الدين ديالنا مزيان باش ما نطيحوش في الشبهات والخداع. المسيح الدجال مازال محبوس، ولكن الخروج ديالو ممكن يكون قريب، والله أعلم. بقاو على الاستعداد، قووا من الإيمان ديالكم، كونوا واعيين باش إلا خرج ما تكونوش من الناس اللي تبعوه، باش نواجهوه بالإيمان والعقل. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
قول لي في التعليقات واش كنتي عارف القصه ديال المسيح الدجال كامله وشنو غادي دير باش تحمي راسك منه. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم واهل ديالكم باش تعمل فائده وباش هما ما يوقعوش في فتنه الدجال. المعلومه ما تبقاش عندك، تقدر تصيفطها باش تعتق نفس واحده اخرى من فتنه الدجال. وصلنا لاخر الفيديو، شكرا على المتابعه وما تنساوش تخليو معكم لايك وتابونا في القناه باش يوصلك كل جديد. تهلا.